بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو مقدمة إن شاء الله لموضوع الأعداد العقدية بالنسبة للمستوى الثاني بكالوريا. فإذا نبدأ على بركة الله. بسم الله. الأعداد العقدية، les nombres complexes. العدد العقدي هو عدد يرمز له بزد بحيث زد يساوي A plus IB. A هو الجزء الحقيقي يساوي A، و B هو الجزء التخيلي ونرمز له بإيماجينير، partie imaginaire IM imaginaire de B de Z يساوي B، بحيث A و B ينتميان إلى R أو كاري، يعني A ينتمي عدد حقيقي و B عدد حقيقي، بينما I هو عدد تخيلي صرف، يعني purement imaginaire. Z ينتمي إلى المجموعة C، مجموعة الأعداد العقدية، l'ensemble des nombres complexes، بحيث أن R inclus dans C دائما. المجموعة الحقيقية موجودة كلها داخل مجموعة الأعداد العقدية. بالنسبة لهذه الأعداد هي جاءت كحل لمعادلة من صنف x أو كاري يساوي ناقص واحد مثلا. فx أو كاري يساوي ناقص واحد، بما أننا عندنا أس اثنان وعندنا واحد لو تيوريم فوندامونتال دالجبر اللي كيقول أن الأس يساوي عدد الحلول. la dimension d'un polynôme égale au nombre de ses solutions، يعني جوج كاين جوج الحلول x1 و x2. x1 يساوي i و x2 يساوي موان i، بحيث i أو كاري يساوي ناقص واحد. هذا هو الحل. مثلا الآن سوف نتكلم على المستوى العقدي، le plan complexe. احنا دائما كنا نمثل الأعداد في مستقيم. الأعداد اللي درسناها، الأعداد الحقيقية، الأعداد الجذرية، الأعداد الطبيعية، كلها كنا سندرسوها في مستقيم واحد. الآن العدد العقدي ينتمي إلى مستوى ان بلان. إلا بغينا نبدلو هكذا، هنا صفر، واحد، جوج، ثلاثة، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، إتسيتيرا. هنا مجموعة الأعداد الحقيقية. عمودي المستقيم المتعامد مع هذا هو y، هذا x أفاصيل y الأناسيب. x يمثل المجموعة R، مجموعة الأعداد الحقيقية، و y يمثل e
فوا ار، مجموعة الأعداد التخيلية الصرفة. مجموعة الأعداد التخيلية الصرفة. يعني هنا كاين اي، من بعد كاين دو اي، من بعد كاين تروازي اتسيتيرا. هنا عندنا ناقص اي، ناقص دوزي، ناقص تروازي اتسيتيرا. مثل نقولو اي فوا ار يعني اي في اي فوا بي، اي فوا او، اي فوا ان دومي، اي فوا 3.5. جميع الاعداد الحقيقيه مضروبه في. هنا هذا المستقيم يمثل مجموعه الاعداد التخيليه الصرفه، وهنا مجموعه الاعداد الحقيقيه. كما نلاحظ هنا ان ملي كنضربو اي عدد حقيقي في اي ما هي الا دوران ب90 درجه. عندما نضرب في اي فهو دوران ب90 درجة. لنأخذ على سبيل المثال العدد 1. إلا ضربناه في اي، 1 في اي، بحال درنا دوران 90 درجة كنطيحو في اي، يعني 1 في اي إيتيكال اي. عاوتاني اي إلا ضربنا عاوتاني في اي غنطيحو في -1. ها هي عاوتاني -1 في اي هي ناقص اي، وناقص اي في اي هي 1. يعني دائما كاين الدوران 90 درجة. إلا ضربنا في اي بحال درنا الدوران 90 درجة. كذلك بالنسبة للمستقيم الأعداد الحقيقية، ضربناه في اي درنا له الدوران ديال 90 درجة. دابا المستوى اللي كاين في الذي يضم هاد المستقيمين هو مجموعة الأعداد العقدية. هي مجموعة كبرى تضم الأعداد الحقيقية والأعداد التخيلية الصرفة، تضم جميع هذه الأعداد. أي نقطة في هذا المستوى هو عدد عقدي. 1 عدد عقدي، عدد حقيقي وعدد عقدي. 2 اي عدد عقدي، هنا عدد عاوتاني عقدي. أي نقطة ما خديناها من هذا البلون إلا وهو عدد عقدي. الآن ناخذ مثال لهذا العدد العقدي. على سبيل المثال، بعد نرسم المستوى العقدي أولا ونرى ما يحدث. بالنسبة للجمع ديال الأعداد العقدية والطرح فهي بحال الأعداد الحقيقية بلا ما نطرقوا لها، يعني والطرح تبادلي، والضرب هو اللي فيه بعض الحاجات اللي غادي نبينوهم دابا. غنشوفوا ضرب عددين عقديين شنو كيعطي. ضرب عددين عقديين، بالنسبة قلنا الزائد والطرح نفس الحاجة تتبع، ما كاينش الفرق ما بين الأعداد الحقيقية والأعداد العقدية. هنا 0 هنا اي 2 3 ناقص اي ناقص 2 اي ناقص 3 اي. هنا عاوتاني 1 2 3 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. ناخذ على سبيل المثال العدد العقدي زد ان، نسميو زد ان هو 1 هو 3 زائد اي. هو نمثله بهذه النقطة هذه.
3 زائد إي. يمكننا نوصلوه بان فيكتور بواحد المتجهة من أو ل إي. هاد العدد هو 3 بلس إي. إلا خدينا عدد آخر هو على سبيل المثال 2 بلس إي، زائد 2 تيكال 2 بلس إي. ها 2 بلس إي. هذا هو العدد 2 بلس إي. إلا درنا جبريا، ضربنا العددين زائد 1 وزائد 2، نشوفو شنو يعطينا. هذا 3 زائد إي، 2 زائد إي، 3 في 2 6، 3 في إي 3 إي، زائد 2 إي موان 1. دونك تعطيونا 5 زائد 5 إي. دونك الضرب ديالهم 5 زائد 5 إي كيعطينا 5. إلا بغينا نمثلو هنا 4 5 5. دونك تقريبا هنا يعطينا عدد هكذا. الآن نلاحظ إذا أخذنا هاد المنقالة هذه وعبرنا الزاويتين ديال الزاوية ديال اللي كيدير العدد زد 1 مع إكس، والعدد زد 2 مع إكس، والعدد زد 1 فوا زد 2. هنا راه زد 3 كيعطيك ان اوتر نومبر. اش غادي نلاحظوا؟ ناخذوا القياس. احنا عطانا 20 درجة، 20 درجة بالنسبة لزد 1. نزيدو نطولو شوية هذا. أه 25 26 27 درجة بالنسبة لزد 2 وزد 3 هنا قلنا شحال؟ 25 تقريبا قول هنا تقريبا 25 درجة هنا. تقريبا 25 كتعطيك 26. قول 25 ما بين 26 و 25. وزد 3 كتعطيك 45 درجة. كنلاحظوا ان الزاويتين اللي كيمثلها هاد العددين زد 1 و زد 2 مي ضربنا العددين زد 1 فوا زد 2 بحال زدنا لي زونغل اللي ما بينات اكس، زدنا 25 على 20 باش عطاتنا 45. وبالنسبه للاطوال الا درنا واحد التعريف غنسميوه المنظم بالعربيه، بالفرنسيه هي الموديول يرمز له بزد، قيمه مطلقه زد، هو الجذر ديال ا او كاري بلس بي او كاري، بحيث هذا ا بلس ب دائما. فهي 5 او كاري زائد 5 او كاري زائد داخل الجذر 25 هي 50 جذر 50. إلا حسبنا بالكالكولاتريس جذر 50 جذر 50 هي 7.07. وإلا قسنا هاد المسافة هادي كتعطينا بالضبط 7. ها هي 5
7 تقريبا فاصلة شي حاجة، هاي 7 سنتيمترات. يعني عندما ضربنا عددين عقديين، هنا عطاتنا جذر 50 إلى بحثنا بالنسبة لزد ان الموديول ديال زد ان، هذا الموديول ديال زد 3. الموديول ديال زد ان هو 3 أو كاري زائد 1 أو كاري، 3 في 3 9 زائد 1 جذر 10. و زد 2 هي جوج في جوج هي 4 زائد 1 جذر 5. نلاحظ أننا عندما ضربنا عددين عقديين زد ان و زد 2 قمنا بضرب المنظمين، جذر 10 في جذر 5 هي جذر 50، وزدنا الزاويتين التي بين إكس والعدد العقدي والمستقيم المار من العدد العقدي. إذن هذه هي الفكرة. عندما نضرب عددين عقديين فتحدث إزاحة، إما كطولو وما كتقصر على حسب. إلا ضربتي مثلا واحد في واحد على جوج، مثلا الموديل الأول فيه واحد الثاني فيه واحد على جوج، يعني تقصرو بواحد على جوج. المهم تحدث إزاحة ودوران عند ضرب عددين زد ان و زد 2. نحصل على عدد زد 3 له موديول زد 3 هو زد 1 فوا زد 2، ونسميوها زاوية تيتا اللي كيتسمى لارغومون تيتا 3 يساوي لارغومون تيتا 1 بلس لارغومون تيتا 2. لارغومون هو العمدة بالعربية. لارغومون هو بكل بساطة الزاوية ما بين إكس، مثلا هذه هي تيتا 1 ما بين إكس و زد 1، ثم الزاوية ما بين إكس و زد 2 هي تيتا 2، ثم الزاوية ما بين إكس و زد 3 هذه هي تيتا 3. هنا غلطت، هنا تنقولو ماشي تنقول لارغومون زد 3 لارغومون زد 1 و لارغومون زد 3 زد 2، بحيث أن لارغومون زد 3 هو تيتا 3 إيكال تيتا 1 بلس تيتا 2. خلاصة هذا ما رأيناه الآن هو أن عندما نضرب عددين عقديين فإننا نضرب المنظمين ونزيد في الزاويتين ما بين إكس والمستقيم المار من العدد زد، وبهذا فإننا نحدث إزاحة ودوران في المستوى العقدي. هذا ما يمكن أن نستنتجه. عند ضرب عددين عقديين فإننا نحدث إزاحة ودوران في المستوى العقدي على حسب الزوايا ديال العددين والمنظم ديالهم. الآن سوف نتحدث عن الصيغة الجبرية. الصيغة الجبرية لعدد عقدي، لا فورم algébrique d'un nombre complexe. هو بكل بساطة z est égal a plus ib. a يمثل الإسقاط على المستقيم x و b الإسقاط على المستقيم y. هذه هي الصيغة الجبرية. هناك صيغة أخرى هي الصيغة المثلثية، لا فورم trigonométrique. الصيغة المثلثية
هي صيغة تكتب بحيث تناخدو زد وكنعملو بالمنظم ديالو زد مضروب في أ على زد بلس إي في بي على زد على منظم زد، بحال ما درنا والو، ضربنا في منظم زد وقسمنا على منظم زد. ولكن المنظم زد هو كنعرفوه بأن جذر أ أو كاري بلس بي أو كاري، لأن في المستوى العقدي عندما تناخدو النقطة، أي نقطة في المستوى العقدي كنديرو لها الفيكتور المتجهة اللي كتمر من أو لزد تشير إلى زد، فنحن نعلم أن الإسقاط على إكس هو أ والإسقاط على إكراك هو بي. إذن هذه المسافة هذه هي بي، هذه هي هذه، و أ هي هذه. يعني الوتر هنا عندنا مثلث قائم الزاوية، يعني الوتر هنا يساوي جذر أ أو كاري بلس بي أو كاري، ويرمز له ب R يساوي R. الغيوم يساوي R. فمن هنا نستنتج أن Z تساوي R مضروبة في A على R زائد إي بي على R. وإذا أخذنا الزاوية تيتا ما بين X والعدد فيمكننا أن نستنتج أن A هو الكوسينوس تيتا، لأنه هو A على R المحاذي على الوتر، والسينوس هو المقابل على الوتر. إذا يمكننا كتابة زد على الشكل التالي: R كوسينوس تيتا بلس إي سينوس تيتا. هذه هي الكتابة المثلثية. الآن سوف نأخذ مثال للكتابة المثلثية. نأخذ على سبيل المثال زد أن، مثال نأخذ زد أن يساوي 1 زائد إي. دائما نحسب المنظم، هي 1 أو كاري زائد 1 أو كاري أو بي أو كاري مقسومة على 1 سور راسين دو 2 بلس إي سور راسين دو 2، حيث هذا هو راسين دو 2. راسين دو 2 ما نخليوهاش لتحت، كنضربو لتحت في راسين دو 2 والفوق في راسين دو 2، لتحت في راسين دو 2 والفوق في راسين دو 2، نحصل على جذر 2 على 2 زائد إي جذر 2 على 2. وبالتالي الزاوية التي لديها هذا الكوسينوس والسينوس سوف نراها على الدائرة المثلثية. الدائرة المثلثية cercle trigonométrique. إذا نأخذ المستقيم Y هو X. بالنسبة للمحيط الدائرة لو بيريمتر دائما هو 2π فوا R. في حالة الدائرة المثلثية R يساوي 1، ناخذ الوحدة، يعني لو بيريمتر هو 2π، يعني لو بيريمتر المحيط دورة واحدة على الدائرة هو 2π، يعني من 0 لهنا 2π.
يعني نصف الدائرة هو بي، ونصف النصف هو بي على جوج. ثم نشرع في حساب القيم البديهية التي توجد بين بي على جوج وصفر. عندنا بي على 4 أولا، ها هي بي على 4، ثم الثلث هي 30 درجة، عفوا السدس بي على 6 هي 30 درجة، 30 درجة، ثم 60 درجة، ثم 120 درجة، 120، ثم 150. إذا هنا بي على 6، هنا دو بي على 6 هي بي على 3، هنا بي على 2، هنا بي على 6، هنا دو بي على 6، هنا 3 بي على 6 هي بي على جوج، هنا 4 بي على 6 هي دو بي على 3، دو بي على 3. عاوتاني هنا بي على 4، هنا دو بي على 4، هنا 3 بي على 4. لا هنا في النصف 3 بي على 4. وهنا عاوتاني نكمل، هنا قلنا بي على 6، دو بي على 6، 3 بي على 6، 4 بي على 6، قلنا بي على 6، دو بي على 6، 3 بي على 6، 4 بي على 6، 5 بي على 6، 5 بي على 6. وفي الجهة المقابلة نحصل فقط، نكتب فقط ناقص. هنا عندنا الكوسينوس تاتا، وهنا عندنا السينوس تاتا. والزاوية اللي مثلا هنا عندنا الزاوية بي على 6 على سبيل المثال، هادي تاتا بي على 6، عندها هنا جذر 3 على جوج، وعندها في السينوس ان دومي، وكنديرو الأخرى جذر جوج على جوج ان دومي، عاوتاني هنا ان دومي جذر جوج على جوج، وجذر 3 على جوج. خلاصة نجد أن تيتا عندها القيم 0، بي على 6، بي على 4، و بي على 3، و بي على جوج، والآخرين يمكن نستنتجوهم من هادو. يعني هنا عندنا الكوسينوس، كوسينوس تيتا والسينوس تيتا. فبالنسبة للصفر، الزاوية صفر، عندها الكوسينوس 1 والسينوس 0، كوسينوس 1 والسينوس 0، و بي على جوج العكس، كوسينوس 0 والسينوس 1. بالنسبة لبي على 6، الكوسينوس هو جذر 3 على جوج، والسينوس هو ان دومي.
بي على 4 جذر 2 على 2 الآخر تا هو جذر 2 على 2 و بي على 3 عندها 1 دومي في الكوسينوس وجذر 3 على 2. كما نلاحظ هنا بي على 4 هو اللي فيها جذر 2 على 2 جذر 2 على 2. إلا رجعنا للمثال اللي خدمنا زد ان فجذر 2 على 2 جذر 2 على 2 فهو الكوسينوس والسينوس ديال الزاوية بي على 4. وبهذا نكتب زد ان. حنا طولنا شويه هنا باش نشرحوا هاد الدائره المثلثيه، يعني غنخرجوا منها كاع القيم الاخرى اللي غادي نطرقوا لها في هذا الموضوع. فاذا زد ان يساوي جذر 2 في كوسينوس بي على 4 بلس اي سينوس بي على 4. وهذا هي الكتابة المثلثية ديال العدد زد ان يساوي 1 بلس هذه كتابة جبرية وهذه كتابة مثلثية. نأخذ مثال آخر. مثال هو زد يساوي ناقص جذر 5 زائد جذر 15. دائما نحسب هذا زد نسميه، نحسب المودول عاوتاني جذر 5 أو كاري ناقص جذر 5 بحال بلس جذر 15 أو كاري مضروبة في جذر 5. إلا حسبنا هذه 5 في 15 داخل الجذر غتعطينا 75. 5 في 15 غتعطينا 75. جذر 75 هو 5 في جذر 3 في 5 جذر 3 زائد إي 15 في 5 جذر 3. زد يساوي 5 في جذر 3 لأن هنا هي 75 هي 25 في 3. 25 كتخرج كتبقى هنا 5 حيت هي 5 في 5 أو كاري وكتبقى جذر 3 لداخل. إذا هنا 5 في جذر 3. هنا دايما الجذر تنحيدوه من البسط وتنطلعوه للفوق. إذا تتولي هنا جذر 3 في 3 وهنا جذر 3. إذا تتولي جذر 15 حيت جذر 3 تطلع للفوق و5 في 3 زائد إي تولي هنا 5 في 3 إي 15 في 3 شحال؟ 15 في 3 هي 45 جذر 5 و4. أعتبر يمكن هناك غلط، هناك خطأ.
نعم هنا خطأ هنا، لأن 5 في 15 الموديول هو 5 زائد 15 هو جذر 20، ليس جذر 25. إذن هناك خطأ هنا، إذن هذا خطأ. نعيد الحساب، أعتذر، نعيد الحساب. زد 2 ناقص 5 زائد إي جذر 15. إذن الموديول ديالو هو جذر 20، حيت 5 أو كاري زائد 15، يعني هنا يكون الحساب صحيح. هي ناقص جذر 5 على جذر 20 زائد إي جذر 15 على جذر 20، وبالتالي نجد جذر 20 هي 4 جذر 5، 4 مضروبة هي 2 جذر 5، يعني هي 2 جذر 5 تولي موان 1 دومي. هنا هذه هي 2 جذر 5 تمشي جذر 5 مع جذر 5 تولي 1 دومي. هنا 15 إي 2 جذر 5 جذر 15 الفوق 2 جذر 5، نضرب في جذر 5 مرة أخرى لنزيل الجذر، ونضرب في جذر 5 الفوق، نزيد 2 جذر 5 ناقص 1 على 2 بلس إي. 5 في 15 هي جذر 75، وجذر 75 هي 25 في 3 هي 5 جذر 3 على 2 في 5. إذا نحصل على 2 جذر 5 ناقص 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. الآن نأخذ هذه الدائرة هذه مكتوبة بشكل جيد. هذه هي الدائرة المثلثية. هنا القيم ديال بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2. إذا في هذه الحالة خصنا شنو كاين؟ هذه الحالة عندنا ناقص هنا وزائد هنا، وكنعرفوا بأن الصيغة المثلثية كتكتب على شكل ار كوس تيتا بلس إي سينوس تيتا. ما كاينش الموا هنا، ما خصوش يكون الموا، خص يكون بلس هنا الوسط. يعني في هذه الحالة غادي ناخدو صيغ التحويل المثلثية. عندنا 3 د الحالات كوسينوس تيتا موان إي سينوس تيتا تساوي، هنا كاين الموان كندخلوه لداخل باش تولي بلس، موان سينوس تيتا هي سينوس موان تيتا يعني كوسينوس موان تيتا بلس إي سينوس موان تيتا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندنا موان كوسينوس تيتا موان إي سينوس تيتا كتعطيك كوسينوس بي بلس تيتا بلس إي سينوس بي بلس تيتا. وعندنا الحالة الثالثة موان كوسينوس تيتا بلس إي سينوس تيتا يساوي كوسينوس بي موان تيتا بلس إي سينوس بي موان تيتا. ونفسر هاد العلاقتين بالشكل التالي. نأخذ الدائرة المثلثية، نأخذ الزاوية تيتا كيلكونك، فالزاوية بي زائد تيتا هي هذه بي زائد تيتا. نلاحظ أن الكوسينوس متخالفين، يعني كوسينوس تيتا يساوي ناقص كوسينوس بي بلس تيتا، وبالنسبة للسينوس فهو كذلك متخالفين، ونقول بأن السينوس تيتا يساوي ناقص سينوس بي بلس تيتا. ونفس الشيء بالنسبة
الزاوية الأخرى. فإذا أخذنا زاوية تيتا هنا، فبي ناقص تيتا هي هذه، بي ناقص تيتا، فهما متقابلين في السينوس ومتوافقين في السينوس، في الكوسينوس، في السينوس. يعني أن كوسينوس تيتا يساوي ناقص كوسينوس بي موان تيتا. والسينوس تيتا يساوي سينوس بي موان تيتا على هذا الشكل. نرجع للحالة اللي حنا فيها. عندنا في الموان حدا ان دومي كوسينوس، يعني ناخدو هذا اللي فيه الموان، هذا يعني نديرو بي موان تيتا باش نطيحو في الصيغة المثلثية اللي ما فيهاش الموان خارج هنا كاع. يعني زد دو أول حاجة تنقول بأن ان دومي وغاسين 3 سور 2 هما هادو، ان دومي وغاسين 3 سور 2 هو بي على 3. تنعوضهم بعدا بي على 3 وتنخليو الكوسينوس بوحدو. زد دو يساوي 2 جذر 5 مضروب في ناقص كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3. ولكن قلنا ان الناقص خصو ما يبقاش باش تكون الصيغه المثلثيه مضبوطه، يعني كنديرو كندخلوها للداخل وكنديرو صيغه التحويل اللي بيناها هاد الصيغه هادي. يعني بي نقصو منو تيتا، كوسينوس بي موان بي سور 3 بلس اي سينوس بي موان بي سور 3. هذه 3 بي على 3 بي على 3 هي 2 بي على 3. بالتالي نكتب زد 2 جذر 5 كوسينوس 2 بي سور 3 بلس اي سينوس 2 بي سور 3. ونشد القوس. وبالتالي هذه هي الكتابة المثلثية للعدد زد ناقص جذر 5 زائد اي جذر 15. وبالنسبة لجميع الأعداد العقدية كنلاحظوا واش كاين ناقص هنا ولا كاين ناقص هنا ولا فيهم بجوج. وكنشوفوا بعدا أولا القيمة في الطابلو هذا، إما كتكون بي على 6 بي على 4 بي على 3 بي على 2. ثم نحدث هذا التحول باش ندخلو الناقص داخل الكوسينوس ولا في السينوس، هذه ولا هذه ولا هذه. دونك هذا اللي كاين في الصيغة المثلثية. ومن بعد نشوفوا أمثلة في البكالوريا كيف تطرح الأسئلة، وسوف نحاول الإجابة عنها إن شاء الله في فيديوهات قادمة. الآن سوف نتحدث عن الصيغة الأسية. الصيغة الأسية تكتب على الشكل التالي. عندما نجد بالصيغة المثلثية تيتا نقوم في إدخالها في الإكسبونونسيال. الصيغة الأسية هي لا فورم إكسبونونسيال. La forme exponentielle z est égale à exponentielle i fois θ. يعني مثلا بالنسبة ل z2 يمكن كتابته على شكل 2 جذر 5 مضروب في الإكسبونونسيال i 2π sur 3. ويمكن أن نعرف بالمقابلة أن الإكسبونونسيال إي تيتا هو كوسينوس تيتا بلس إي سينوس تيتا تيغال ر
كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. يعني الاكسبونونسيال اي تيتا كيساوي هاد الصيغة هادي. هاد الفورمول هادي كتسمى فورمول دولاغ، معادلة أولر. ثم انطلاقا من هذه المعادلة يمكننا نحددو زد على بويسونس ان، بحيث هذه كتساوي ار لإكسبونونسيال اي تيتا على بويسونس ان يساوي ار على بويسونس ان فوا لإكسبونونسيال اي ان تيتا تساوي ار على بويسونس ان كوسينوس تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. ان دائما ان تدخل في الكوسينوس وفي السينوس. وهذه المعادلة تسمى لا فورمول دو موافغ. هو اسم عالم. على سبيل المثال يمكننا تحديد زد 2 على بويسونس 11 تساوي هو جذر 2 جذر 5 اكسبونونسيال اي دو بي سور 3 على بويسونس 11. ندخل جوج جذر 5 على بويسونس 11 اكسبونونسيال اي في 11 في جوج في دو بي على 3 تعطينا العدد جوج على بويسونس 11 5 على بويسونس 11 كوسينوس 22 بي على 3 بلس اي سينوس 22 بي على 3. وبما أن الزاوية هنا تدور ب 2 بي يمكننا حساب الكسر 22 بي على 3 مقسومة على 2 بي، يعني معرفة كم جزء من بي داخل هذا العدد. فنكتب 22 على 3 مقسوم على 2. فنزيد 44 على 3. مهم يمكننا أن لا نبسط القاعدة تبقى هكذا، هذه لا فورم تاهي صحيحة. المهم هذه هي الصيغة ديال الموافغ. والفيديو القادم إن شاء الله غادي نشوفو أمثلة على في البكالوريا في موضوع الأعداد العقدية إن شاء الله. وإلى فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.